أهلا بكم في لقاء مع بعض الشخصيات المهمة. والآن نبدأ بالإرحاب بصديقنا دراكولا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دراكولا. هل يمكن لنا أن نسألك سؤال؟ أجل عاوزين شنو انتم؟ لماذا يا دراكولا تحبون أنتم أن تشربوا الدماء البشرية؟ أولا نحن من فصيلة الخفافيش، وطبعا الخفافيش تحب الدماء الخفافيش، وكل الخفافيش تحب الدماء، ونحن من ذوات الدم البارد. لكن نحن شفنا لما الناس إذا بناكل طوالي، والخفافيش من ذوات الدم البارد. يعني نحن الدماء دائما بنحب كمان دماء الإنسان. يلا خلاص يا أخي اسكت يا أخي، اتكلمت كتير أكتر من الإجابة يا أخي. يا زلمة قلت لك نحن بنحب دماء الإنسان لأنه الإنسان دائما دمه طازج. خلاص نسأل صديقنا البيبي. يا سلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا لا تعرفون الكلام الجيد وأنتم الصغار؟ لأنه نحن ما بنحب الكلام الكتير. حسيدا أنت بزهينا حسيدا مالت يا خدينا المصاصة يا أخي ما خلاص يا أخي. المصاصة شنو؟ نحن قاعد نتكلم معك في لغة ما دري المصاصيص. يا خدينا المصاصة يا بقدر اللبلات أمي الليلة بتلملات أمي شنو تلملات أمي والله تلملات أمي كان مدتني مصاصتي. يلا خلاص مع السلامة يا أخي. ده بيبكي لدرجة يا أخي. خلاص نتكلم مع الفضائي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا أنتم أيها الفضائيون تحبون أن تغزوا الكواكب؟ أولا تعرفني من أنا أعرفكم أنا بنفسي يقول قديمة انتوا منو يا أخي مترونا؟ أنا أوريك. أول حاجة أنا رئيس مجرة الكيتكالا. في الكيتكالا هناك احتلينا مجرات كثيرة، لكن بس جايين بس كوكب الأرض ده مفجرينه بكرة بصاروخ إنزاد أطفال. يا ما تبطل الصاروخ ده تفجرون تقتلون معاهم ولا شنو يا أخي؟ ذو مرة واحدة وبعدين أنا ما جبت على سؤالك. ما تجاوب لنا بعد لو ما جاوبت. يا زول هاي قلت لك يا خلاص نكرر لك السؤال عشان تجاوبنا بسرعة. لماذا أنتم الفضائيون تحبون غزو الكواكب؟ ولا نحن ما عندنا شغل غير غزو الكواكب دي، بس الكواكب ده يهاكلنا ولحمنا وبس. لما نفجر الصاروخ داكا وانت عارف لما نفجر الصاروخ داكا طوالي وانا كوكب يا خلاص يا أخي جاوبت أنا خلاص. جاوبتنا خلاص. نسأل صديقنا الكرة المفجوخة. نسلم عليك بالسلام. أنا أول حاجة أنا ما اسمي المصاعب ما شفتوها؟ ما نحن ما بنحب. إذا ياخذ نبدأ لكم بالسلام هاي عشانكم انتوا ديل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. لماذا أنتم الكرات المفجوخة تحبون النطيط؟ ها؟ ما عندنا. نحن الكرات المفجوخة نحب النطيط لأننا نرتد ونحن من المطاط مصنوعين. هل تريد أي سؤال آخر؟ نعم تجاوب بسهولة أكثر توضح لنا. حسنا سأوضح لكم. نحن من المطاط إذا جئنا على الأرض نرتد منها إلى الأعلى. نرتد إلى أول حاجة عاوز أقول لك حاجة. أنت بتقول لي نحن الكرة مفجوخة ليه فجخ راسك حسي عاوز لي أنت كده بتطيخها. أول حاجة أنا عندي اسمي إمام حاتم. ناديني بإمام حاتم ده كويس؟ يا خلاص بناديك. أهلا يا إمام حاتم.
الجميل لدرجة. أهلا، كيف حالك؟ والله أنا تمام، لكن تاني تقول لي الكورة مفجوخة دي فجخ راسك. اسمع. خلاص فهمناك يا كويس. فهمناك يا. تاني بقول لك الكورة مفجوخة. تاني هي ما بنقول لك عشان ما تفجخ راسنا الحلو ده. يفجخوا لكم مع زيادة. يا زلوي نزلت علي هنا ده. خلاص يا أخي السوداء الكل إمام يا زلمة حاتم ده خليتوني يقصد ليه؟ يا زلمة خليتوني ليه؟ انتوا خليتوني ليه ما تعالوا لي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا سودان، كيف؟ أنت كويس؟ يا زلمة تك 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 عايز لك كبكري. انت سمع صورة ولا شنو؟ راسك ده فاضي؟ خلاص ما دايرين كافية، مالك انت زهجان كده، هسه انا فوتك. لازم ما تفطونا، فط ضربهم راسهم حسيت زي المسطرة ده. امشي للفوقي ذاته ما خلاص عايزكم. كده امشي للفوقي ما عايزكم ذاته. خلاص ما دايرينك يا اخي، نمشي فوقك ها. والان نرحب بصديقنا كدوسة، اهلا. تعرف انت دي يا مياو ان انا ابوي دقاني لك مياو لما كنت ابكي اقول مياو. يا خلاص مسكين والله، عشان كده ما تبكي. مياو شفت الليلة انا عاوز الليلة لبن ادوني لبن مياو. بنديك لبن ما تبكي، بس انتظر وصلنا ده جاي في الطريق. يا خلاص مع السلامة، والآن إلى اللقاء ولن نغادرك بالحزن ونغادركم بابتسامة. والآن نريد أن نقول لكم شيئا مع فرقة الكيلا كيلاتو، والآن نغادركم بابتسامة.